مشاهدينا اهلا بكم معنا وحلقه جديده من قعده ستات على المصريه، حلقه يوم الثلاثاء. يعني منذ ساعات قليله جدا تحسب بالدقائق تم تشييع جثامين الضباط والجنود شهداء الوطن. كانوا على الاقل ما نقوله انهم كانوا يؤدون دورهم لحمايه حدود مصر الشرقيه. الحقيقه ما حدث هو يعني جعل مصر كلها تتشح بالسواد والحزن. أقل ما نقول أنها كانت طعنة غادرة لهؤلاء الضباط أو الجنود، هم بيتناولون طعام الإفطار، يعني يدعون ربهم أن هو يعني أتم هذا اليوم من الصيام، ولكن تجيئهم هذه الطعنة غادرة. ما حدث في هذا اليوم هي في ناس كثيرة جدا فسرته بأمور ثلاثة. في ناس بتقول ان هي محاولة الوقيعة بين مصر والفلسطينيين، في تحليل بيقول ان هي رسالة موجهة من جهة معينة لا نعرفها حتى الآن، ومفادها ان احنا بتقول ان احنا ممكن نعمل اي حاجة داخل الأراضي المصرية. في امر ثالث بيقول ان عصر الارهاب يعود مرة اخرى كما حدث في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي. على اي حال نحن مع ضيوفنا النهارده هنتناول هذا الامر الواقع او هذا الامر الراهن بالنقد او بالتحليل السياسي، وقد يكون ايضا بالتحليل العسكري من خلال ضيوفنا النهارده. معنا الاستاذه ساميه زين العابدين، نائب رئيس تحرير جريده المساء ورئيس القسم العسكري والسياسي، اهلا بحضرتك معانا. والاستاذ عماد خيره، نائب رئيس تحرير جريده الوفد، اهلا بيك معانا. ويعني قبل ان نبدا الحوار لازم نقول كل تعزينا لاسر واهل الضباط والجنود شهداء الوطن. مشاهدينا بعد ان قدمنا ضيوفنا خلينا نسيب حضراتكم مع فاصل قصير ونعود لبدايه الحوار والحديث عن ما حدث في مصر، وتحديدا ما حدث لضباط وجنود مصر على حدود مصر الشرقيه، ولكن بعد الفاصل. نبدأ مع حضراتكم الحوار من خلال ضيوفنا. أستاذ عماد، لو نبدأ الحوار يعني كيف تلقيت هذا الخبر، وكان إيه هو السيناريو اللي تبادر لذهنك عندما استرفعت هذا الخبر؟ هو للأسف الشديد الخبر كان خبر صادم، مش ليا أنا لوحدي ولكن لجميع المصريين. ما حدث يعد كارثة للشعب المصري بالكامل. مسؤولين من مؤسسة الرئاسة إلى المجلس العسكري إلى وزارة الداخلية إلى جميع المسؤولين على مستوى الوزارة الجديدة وزارة الدكتور هشام قنديل، على مستوى الشعب المصري كله. نبعد عن المشاعر الإنسانية نوحيها جانبا، ولكن نتحدث عن هذه المصيبة وهذه الكارثة من وجهة نظر سياسية ووجهة نظر عسكرية. هذه الكارثة من الذين نفذوها وماذا يقصدون بتوصيل رسائل معينة لمن؟ للمجلس العسكري، لمؤسسة الرئاسة، لمصر، للمنطقة. الرسالة لم يتضح ما هي الرسالة. السيناريوهات التي تؤكد تقول أن هؤلاء المعتدين الذين قتلوا زهرة شبابنا من خارج مصر أو من داخل مصر. لو من خارج مصر كيف دخلوا الحدود المصرية ونفذوا هذه الجريمة؟ يا أستاذ عماد، احنا منتظرين نتيجة التحقيقات أو الإعلان عن الفاعلين أو الجناه. نحن لا نسمع لأي تكهنات تقول أن هؤلاء من حماس أو هؤلاء من إسرائيل أو هؤلاء من جماعات إرهابية أو جماعات إرهابية أو تسكن مصر، ولكن التحقيقات ما نطلبه من الجهات القائمة على التحقيقات أن تراعي مشاعر جميع المصريين في وفاة هؤلاء هذه الزهور من أبناء مصر. نريد تحقيقات سريعة تعطينا تشفي غليلنا كمصريين، تشفي غليل كل الاسر المصريه. بس كده مش بس تشفي غليلنا على المستوى الانساني بس ايضا، ولكن عشان نطمئن على قطعه غاليه جدا في بلدنا هي سيناء. سيناء هي منطقه دلوقتي يعني الكل يريدها، وليس لنا تواجد عسكري كامل على سيناء بمقتضى اتفاقيه. احنا كتير جدا اتكلمنا وقلنا خلي بالكم من سيناء، عايزين تنميه في سيناء، عايزين يكون في وجود حتى في تعمير في سيناء، كل ده قلناه.
يعني الكلام ده اتقال كتير جدا في برامج كتيره جدا وفي اوقات كتيره جدا، لكن وكل حتى في كل عيد من اعياد تحرير سيناء كان يقال هذا الكلام، وبعد كده مفيش اي نتيجه على ارض الواقع. في كل اعياد تحرير سيناء تخرج كل الوزارات بانجازاتها منذ بدايه تحرير سيناء وحتى الان، في 20 عام نفذنا كذا ونفذنا كذا ونفذنا كذا. نحن نريد تنفيذ مقترن بجذب المواطنين من الدلتا والوادي الى مناطق سيناء، نريد مشروعات تنمويه في سيناء، نريد ان تكون سيناء مصريه بالفعل بما فيها من مواطنين. هذه المساحات الشاسعة التي تعدل تلت مصر المفروض ألا نتركها هكذا، مش نعمر العريش ونعمر جنوب سيناء وسايبين كل مناطق سيناء. أستاذ سامي، ما هو المطلوب على أرض الواقع لسيناء بعد انطلاقا من هذا الحدث؟ خليني أقول حقيقة مهمة جدا، أن هناك فعلا بالفعل مخطط يهدف الى ان سيناء، الهدف دلوقتي يعني اسرائيل بتعلن وبتقول ان الحقونا سيناء بؤرة ارهاب، على الفور الجرائد والصحف والمحطات في امريكا وفرنسا وانجلترا بدأت تتحدث على هذا الموضوع. ازاي شفنا المدمرات والحاملات الطائرات انتقلت في البحر الابيض والبحر الاحمر من العديد من الدول الاوروبية والشرقية. هنا بيبان ان هناك من يحاول ان يعمل بتدويل مصر، ولكننا من هنا تدويل مصر بمعنى ان تدويل مصر زي ما بيقول لك تدويل الصومال وتدويل بعض البؤر. مصر ليست اي دولة، ومن هنا من التلفزيون المصري ومن الارض المصرية بعلنها بكل قوة، لن نسمح الشعب المصري ولا قواتنا المسلحة ولا الحكومة المصرية أن يتجرأ أحد ويحاول أن يدول أرض سيناء لتأتي قوى مختلفة متعددة. الهدف هو الثروات الموجودة في أرض سيناء. مش عايزين سيناء ليه؟ دي حاجة. الحاجة التانية، لابد إن احنا نحلل إزاي جنودنا الأبطال اللي ماتوا والتمر في فمهم، أنا جاية لسه من الجنازة حالا، وازاي ان اعرف هذه المعلومه من الاطباء اللي مرافقين لجثمان الشهداء، التمر كان في فم هؤلاء الشهداء، لم يبلعوا حتى التمر. يعني حتى هؤلاء الجناه اذا كانوا بيدعوا انهم جماعات جهاديه واسلاميه، اي اسلام؟ ان الاسلام بريء من هذا. المسلم من سلم الناس من يده ومن لسانه. ان يقتل هؤلاء الجنود هذه رساله. رساله لمن؟ هل رسالة لقواتنا المسلحة التي تقف لتحمي البلاد؟ لقد جاءت الطعنة من الخلف ولم تأتي من العدو. عدونا إسرائيل. الطلقات لم تأتي من إسرائيل ولكن جت من خلف من هؤلاء. دخلوا إزاي؟ من الأنفاق. لما يبقى في 1200 نفق 1200 نفق داخل بيوت معينة في رفح لبعض الناس اللي اصبحوا مليارديرات، سواء في من اللي بيتعاملوا مع حماس او من حماس من الناحيه الاخرى، اللي بتاخد على كل نفق مبلغ من الدولارات. هذه الانفاق تهرب فيها السلع المصريه، من بوتاجازات لسولار لكل الغذاء والمصريين، سيارات كامله بتدخل في بنقل دفيع والابقار، حتى الابقار. يا استاذه في اكتر من 100 كيلو متر من قضبان السكك الحديديه اتسرقت عشان تتعمل قضبان في الانفاق يسهلوا نقل الاشياء من مصر. انت علمني هم بيعملوا النفق بيعملوا ايه؟ عشان انا شاهد عيان شفت وكنت موجوده في المنطقه الحدوديه، يطلعوا الموبايل يشوفوا المنطقه من فوق كده بعصايه ويفتحوا فيها الفتح ويبداوا يكملوا. معنى كده قرار فتح الحدود بين مصر وفلسطين ودخول فلسطين بدون تاشيرات، هل له تبعات امنيه؟ طبعا. طبعا قرار خاطئ ومرفوض ولا يمكن ان نسمح به. انا عايزه اقول حاجه، من الذي قتل الرائد باسل اللي انا حضرت ومشيت مع جثمانه لحد المحافظه بتاعته في كفر الشيخ؟ ما هو من حرس الحدود، واللي قتلوا بتوع حماس اللي دخلوا واستولوا على المبنى. من الذي قتل الجندي اللي كان واقف على برج المراقبه، ايضا قناص من حماس،
ما يقولوش. ولما يبقى القوات المسلحه تنزل في بيان ان يتزامن هذا طلقات مدفعيه هون، يعني ايه؟ يعني ايه مع الهجوم تطلع طلقات هون؟ يعني ايه؟ ويقول لك ده وقيعه بيننا وبين بين فلسطين. خلينا نفصل بين حماس ليست فلسطين. الشعب الغزاوي يعاني من حماس، والعديد من المواطنين الفلسطينيين يبكون من الحماسيين والجماعات الجهاديه. خلينا نتكلم على برضه نقطه التامين. فتح الحدود او فتح المعابر، سواء كانت حماس تريد خيرا لمصر او تريد شرا، سواء كانت الحدود مع فلسطين او مع غير فلسطين، لا يجب ان نفتح الحدود على مصراعيها مع اي دوله. طب هناك دعوات اخرى من السياسيين او المحللين في هذا الشأن بيقول هناك يعني امل اواني يكون هناك مراجعه للملاحق الامنيه لمعاهده السلام مع اسرائيل فيما يتعلق باعتاد الجيش المصري وعدده في هذه المنطقه. هذا هو المفروض. واعلم ان اسرائيل منذ ساعات قليله وافقت او ابدت، مش ابدت رغبتها، وافقت على ان يكون لديها مرونه في فتح ملف التغييرات الامنيه على سيناء. ده يعني ده يمكن يكون مطلب من مطالب النظام السياسي الحالي، ان هو عايز يراجع بعض البنود في معاهده كامب ديفيد. ولكن اسرائيل بادرت النهارده، هذه المعلومات وصلت لي قبل ساعات، ان اسرائيل بادرت وقالت ان هناك مرونه، يمكن ان يكون هناك مرونه في مراجعه الملفات الامنيه في سيناء، الجيش المصري واعتاده في سيناء. وهذه هناك ايضا هضيف عليك زميلي العزيز، احنا عندنا منطقه الف وب وجيم ودال. دال اللي هي ملاصقه للحدود، تمام. دال دي كلها شرطه مدنيه. جيم بيتواجد فيها قوات حرس الحدود، تمام، وبنسبه معينه وبقوات معينه. الوضع كان في اتفاقيه كامب ديفيد والوضع كان في سيناء في ذلك الوقت ما كانش بهذا الشكل اللي احنا بدأنا نشوفه لما استولت السلطه حماس، السلطه الشرعيه بالنسبه للسلطه الفلسطينيه. هنا بدأت تدخل جماعات، هناك في اكثر من 6 جماعات متطرفه داخل حماس، ويمكن حماس عانت منهم، في منهم من البعض عانت منهم، ولكن كانت بتستخدمهم اداه في بعض الاحيان في اتجاه اسرائيل. لكن هناك بالفعل 6 جماعات متطرفه ومتشدده، وهناك ايضا لدينا في سيناء بعض الجماعات المتطرفه والمتشدده. ويمكن امبارح حتى انا سمعت ده في احد القنوات التلفزيونيه، مش عارفه الاولى او على الفضائيه المصريه، كان في حد كان بيتكلم ان كان قرار العفو على بعض المتطرفين والمتهمين في قضايا قتل ضباط ومواطنين لم يكن الوقت مناسبا ليحصلوا في هذا التوقيت على العفو ويخرجوا ويشتركوا معاهم. احنا شفنا واحد خرج طلع يقول في بيان من ضمن اللي خرج ان الجيش المصري هو حليف للصهيونيه العالميه، الصهيونيه الاسرائيليه، يعني ما حدش يقول هذا الكلام من جيشنا. فاللي انا عايزه اقوله ان هؤلاء لهم تفكيرهم لم يتغيروا مع الاسف. هناك عندهم مبدا تكفير المجتمع، تكفير الاجهزه، وبالتالي بيتخذوا من هذا وسيله. بس احنا كان لو هنتكلم على الحدث برضو اللي كان فيه دعاوى من قبل الحادث اللي كانت اسرائيل بتحذر رعاياها من النزوح او اللي موجودين مثلا في سيناء للسياحه يسيبوا او يغادروا سيناء. هذه الدعوه في معظم الاهتمام في معظم الاحداث التي تقع على ارض سيناء، باعتبار ان هذه الاحداث تمس او قريبه من الاسرائيليين وقريبه من اليهود او الاسرائيليين الذين ياتون الى سيناء ويعتبرونها ارضهم حتى الان للسياحه وخلافه، نجد ان المخابرات الاسرائيليه متيقظه جدا جدا جدا، وتنبه رعاياها قبل كل حادث بان يتركوا سيناء ويرحلوا، لأن هناك حادث ويعلن هذا التنبيه. يعني هذا الحادث وفي الحادث الأخير سمعنا
تنبيه اسرائيلي لرعاياهم بان يتركوا سيناء لان هناك حادث سوف يحدث. لا قال لهم نحن نخشى عليكم، ده البيان انا سمعته، نحن نخشى عليكم اتركوا سيناء وعودوا فورا. وعودوا ايه كتاب امنيه لما نسمع هذا الخبر؟ يعني لدينا اجهزه مخابرات، لدينا اجهزه امن وطني، لدينا قوات مسلحه، لدينا كافه الاجهزه الامنيه التي تستطيع ان تحكم سيطرتها على سيناء. المعلومه تصل الى اسرائيل وتعلنها، ونحن نعلم ان المخابرات المصريه علمت بالحادث قبله بساعات، فلماذا لم تتحرك؟ حضرتك قلت حاجه خطيره جدا، وهي سمعنا، يعني هل سمعنا، لكن هل نحن متاكدون ان المخابرات المصريه كانت على علم هذا معلومات استقيتها من اشخاص، ولكن هي معلومات الصحفي بيستقيها من مصادر. انا بستقي معلوماتي من مصادر. سمعت ان المخابرات المصريه علمت قبل الحادث بساعات. المخابرات الاسرائيليه واسرائيل علمت قبله بايام ان هناك حادث سوف يحدث. وقع الحادث يعني واصبحت الكارثه عامه على جميع المصريين. نتحدث عن ما حدث بعد الحادث. ومش بس كده، انا عايزين نلقي الضوء كمان على حاجه مهمه جدا، لان ما وقع انا عندي بس بتكلم على توصيل معلومه للشعب المصري. انا عندي في بيان واحد طلع من مصر لا يعطي اي معلومه عن هؤلاء الذين قاموا بالحادث، لا يعطي اي معلومه عن انتظار التحقيقات يا سيدي. انا فاهم في اسرائيل كل ساعه او ساعتين بيان جديد بمعلومات جديده. في اسرائيل هل لا يسترعي انظار هذا البيان ان ينزل وزير الدفاع الاسرائيلي ورئيس الوزراء الاسرائيلي يلتقطون الصور بجوار المدرعه المصريه التي دمروها؟ ده ما يسترعيش نظر المصريين يا اخوانا. طب ما هو ممكن ابص اقول حضرتك حاجه، لما اعلنت بيانات متلاحقه من خلال الجانب الاسرائيلي، هل كانوا بيعلنوا مثلا شخصيات معينه قامت بهذا الحادث؟ هل بيعطوا معلومات تفيد الوصول الى الجناه؟ لا، حتى كمان تدمير المدرعه المصريه التي اخترقت الحدود المصريه الاسرائيليه كان تدميرا تاما لم يبقي على اثر للسته الذين تسلمتهم مصر من الجناه متفحمين. 6 جناه متفحمين. بس بالامس كان في زياره ميدانيه لسيناء. ماشي، كان في زياره ميدانيه لسيناء، ما ده راح الرئيس محمد مرسي والمشير طنطاوي والفريق سامي عنان وزير الداخليه راحوا زياره ميدانيه. نحن نريد هذه الزيارات، لا اصبحنا نكره هذه الزيارات. نكره هذه الزيارات التي تعقب احداث جلل، احداث تؤثر في قلوب المصريين، احداث تدمع عيون المصريين. طب خلينا نسال سؤال ممكن يكون هو يعني ممكن يفيدنا الى ان احنا يكون عندنا نظره مستقبليه، نظره فيها نوع من الامل والتفاؤل على هذا البلد، وخصوصا في منطقه سيناء. هذا الحادث لن يقع اذا كان في سيناء ماذا وماذا وماذا وماذا؟ لو فضل في سيناء الانفاق دي موجوده، لو ظلت هذه الانفاق 1200 نفق موجودين دون تدميرهم، وبكرر تدميرهم، لابد من تدمير هذه الانفاق. اعتقد ان القوات المسلحه بدات تدمر فيها. ستحدث. لا حضرتك انت بتقول القوات المسلحه بدات، ولكن المتحدث الرسمي لرئاسه الجمهوريه طلع وقال لك لن يتم تدمير هذه الانفاق. لن يتم ازاي؟ ده امن قومي. امن قومي يا جماعه، احنا بنراهن على مصر وعلى الامن القومي المصري. انا بقول هنا ان مصر فوق الجميع. معلش مع احترامي الشديد، نحن نؤيد القضيه الفلسطينيه والفلسطينيين على دماغنا من فوق، ولكن عندما يتعرض الامن القومي المصري للخطر نقطه وخط احمر لابد ان نقف عليه. لو في سيناء اهتمام، في تنميه، في تعمير، في يعني الاحساس باهميه اكبر لسيناء، ده المفروض. هل لو كان عندنا كل الاحساس ده او كل الاتجاه ده على ارض الواقع في سيناء كان ممكن يحصل اللي حصل؟ لا طبعا. لو انت زرعتي ليه ما تديش بقى زرعتي انت. بصي هقول لك حاجه، القوات المسلحه وانا بشيد بيها في هنا بصراحه دايما باستمرار بتروح للمناطق الصعبه اللي ما فيش حد بيروح فيها وتعمل فيها مشروعات تنمويه. عملت زرعت هناك، وعملت مصانع في رفح للخدمه الوطنيه، ونفس القصه عملت مصنع للاسمنت وبتتوسع في مصنع تاني يعتبر التاني في الاسمنت، يعني مصنعين في مصنع واحد زي ما عملت في الصعيد. انا بناشد كل المصريين اللي موجودين في كل دول العالم، المصريين المستثمرين،
ما ننتظرش اي مستثمر اجنبي. ما حدش في مثل مصري فلاحي بيقول لك ما حك جلدك الا ظفرك. لن يبني مصر الا ابناؤها المصريون. ده ناشد كل مصري موجود في كل دولة في العالم. اتحدوا وتعالوا ابنوا مصر. نبني سينا، شبابنا اللي مش لاقي شغل. طب احنا عايزين نبني مصانع، نوجه للشباب، ونوجه الشباب. ما انا بقول اهو الشباب العاطل اللي مش لاقي شغل. عندنا سينا ارض شاسعه، مش تاخد ده تاخد ال 90 مليون، مش هتاخد 10 ولا 15 مليون، لا ده تاخد ال 90 مليون مصر. يا استاذه المشروعات موجوده، المشروعات موجوده ومحتاجه محتاجين ننفذها. ايه الاولويه الاولى؟ ايه الاولويات لو رتبنا اولويات تعمير وتنميه سينا على اكمل وجه بالطريقه اللي تسمح تكون فيها بناء المساكن والبنيه الاساسيه. لازم البنيه لازم تعملي لهم ميه وكهرباء، وتعملي لهم وتليفونات عشان تقدري تعملي المشروعات. تمام. وطرق، وتدي ليهم. الناس هتروح تقعد في الشارع. حلو. يبقى احنا قلنا بنيه اساسيه وتعمير سكني. 160,000 فدان في الضفه الثانيه للقناه. ترعه السلام جاهزه ترويهم. ترعه السلام اتعملت وكلفت قد كده وقعدت تاخد قناه ولسه ما في منطقه وسط سيناء يقال فيها ثروات معدنيه رهيبه ومحتاجين لمصانع تبنى هناك. سيناء بها 60% من الثروه البتروليه لمصر. وعشان كده سيناء فيها اكثر من 40% من السياحه المصريه التي تاتي الى مصر. لا يمكن ان نلاحظ في هذا الكلام يا ضيوفنا الاعزاء ان احنا لازم نهتم بسيناء. ما فيش اي يعني ايه، ما فيش بديل. اصبحت مطلب حتمي وشعبي ورسمي ان احنا بقى نحط عينينا على المكان ده بدل ما دي. بس في نقطه عايزه اقول لك عليها عشان دي انا كنت شاهد عيان عليها. اتفضلي. تمام. كلنا نفتكر قضيه سياج. ايوه تمام. والقوات المسلحه دفعت حوالي 1.5 مليون غرامه لاسترداد هذه الارض في طابه. لابد ان احنا نشتريها مصري، وراح يبيعها لشركات مالتي ناشونال متعدده. بيع الاراضي في سيناء يرفض تماما. من يتملك الارض من اهالي سيناء ليس له الحق في انه يبيعها. مش هنقرر بيع ارض فلسطين في سيناء. مع احترامي الشديد، سينا احنا دفعنا فيها 180,000 شهيد من ابناء مصر وخيرة شباب مصر عشان سينا دي ترجع لنا على مدار 4 حروب. مش هنسمح لاي نزيكان انه يتملك الارض ويروح يبيعها لي. وما زال الدم المصري برضه على ارض سينا وسيظل، لان هي مصر لما تجيبها من ايام الفراعنه هي البوابه الشرقيه، هي دائما باستمرار منفذ للغزاة اللي بيأتوا. طب خلينا نتكلم عن نقطه ثانيه. اهل سينا هتعامل معاهم ازاي؟ اهل سينا مصريين ساعات كتير، طبعا مصريين في راسنا ساعات كتير قوي بيحسوا ان هم في نوع من ايه، عدم من الاهتمام بيهم. مش نبقى نفتح صفحه جديده بقى ونبتدي نهتم. هو عدم الاهتمام باهل سينا يبدا في البدايه منذ عدم الموافقه الحكوميه حتى الان على تمليك واحد اتولد وعاش واجداده عاشوا في البيت اللي هو قاعد فيه ومعهوش سند، معهوش العقد الاخضر بتاع سند الملكيه. سند الملكيه ما فيش واحد في سيناء شماليه او جنوبيه او في الوسط معاه عقد ملكيه بالبيت اللي قاعد فيه. ورحت عملت شغل عليهم كتير وطالبنا. كانت ايه نتيجه هذا الشغل؟ ولا اي حاجه. قالوا احنا بندرس وبنقرر، والناس طلعوا بمظاهرات وقالوا مفيش حد حاسس بانتماء للبيت اللي هو نايم فيه، اللي هو بينام فيه، اللي هو ورثه عن جده وعن ابوه وعن الاسره كلها. يجيب لي تاريخ البيت ان هو واخده منذ القرن قبل الماضي. ومفيش تمليك، مفيش تمليك للاراضي دي، يعني ملهمش حق البيع يا استاذ. حق البيع هي دي النقطه يا استاذ. انا احس بالانتماء لما احس ان ليا بيت ملكي في مكان. كل ابناء سيناء شمال وجنوب وحتى في المحافظات الحدوديه كمان مفيش تمليك. طيب احنا هنتكلم على شمال سيناء. ايه اكتر الاماكن اللي شايفين فيها الامل انها تكون شكل جديد، فيها تطور، فيها تنميه؟ ايه المناطق اللي ممكن نحط ايدينا عليها؟ قبل ما نشوف الشكل الجديد يا استاذه لابد ان نزيل الاشياء التي ستؤدي الى شكل سيء. يعني ايه الاشياء؟ هنتكلم في جبل الحلال 10 كيلو متر على الحدود. هذه المنطقه من اخطر المناطق التي تأوي
مهرجين، جيوب ارهاب وجيوب تهريب وجيوب اسلحه ومخدرات هذه المنطقه. يعني هناك فراغ امني يطلق عليها هناك فراغ امني في هذه المنطقه. انا اعتقد ان الامن اللي موجود في هذه المنطقه بمقتضى اتفاقيه كامب ديفيد لا يعطيه القوه ان يتابع مثل هؤلاء. هؤلاء مثل الذئاب في الجبال. لا تتخيلي على الضروب اللي موجوده في جبل الحلال، ولا تتخيلي المغارات، ولا تتخيلي. وهناك ايواء لهؤلاء الارهابيين وهؤلاء المجرمين من بعض القبائل البدويه التي ترشدهم الى الاماكن التي يختفون فيها. هذا المكان يجب ان تخصص له الدوله قوات امن من القوات المسلحه ومن المخابرات ومن الامن الوطني ومن الداخليه، كل الامنيه في مصر. مع الاستعانه يا استاذي الفاضل مع حاجه واحده، لان قواتنا لما هتروح هناك البدو الشرفاء اذا كان هناك اللي محبين لوطنهم، لان ما ننساش، ودي لازم اقولها لان انا رحت سينا وقعدت مع القبائل. يعني الناس دي ضحوا بارواحهم من 67 لحد 73 وبعد 73، وهم مع رجال المخابرات الحربيه المصريه ومع رجال القوات المسلحه المصريه، وقدموا ايدي العون وارشدوا عن الخونه. كل ما كان فيه الخائن والعميل وفيه الشريف، ولكن الخونه بيبقوا معروفين. لكن لا ننسى ان هؤلاء السيناويه ابناء مصر الشرفاء لهم باعة في التاريخ الوطني. انا سجلت معاهم وكتبت معاهم قصص كتيره، لازم ننحني لهم اجلالا وتقديرا لبطولاتهم الوطنيه. جميل. تبقى ايه مطالبهم يا استاذه ساميه لما بتتكلمي معاهم وتحكي معاهم؟ هم مطالبهم ان هم عايزين يحسوا بان الدوله مهتمه بيهم، لان فعلا سينا مهمله. كل الطلبات بتاعتهم ما بتنفذش، نفسهم فعلا يتملكوا الارض. ماشي، احنا ما نديلهم حق التملك دون حق البيع، عشان ما نبيعش حد، عشان ما حدش تيجي يضعف نفسه تضعف امام مغريات المال ويبيع ارض سينا، ونلاقي اسرائيل موجوده بحكم من المحكمه الدوليه. يا استاذه ممكن نتيح لهم حق البيع لبعضهم، انما بيع للاجانب لا، زي ما حصل في قضيه سياج. حق بيع لبعضهم، انت سيناوي وانت سيناوي تبيعوا لبعضكم عادي. يعني مع الاسف في الفاضل هناك صله تزاوج وتناسب بين الفلسطينيين وعرب 48 مع احترامي الشديد هذه نقطة حساسة جدا. ان هناك لدينا احنا يعني حتى انا عايز اقول ان الدول العربيه الجنسيه لو فلسطيني او عرب اسرائيل ملوش علاقه ان هو يشتري. انا بيع لمصري معايا، انا ما عنديش حريه البيع للمصري. احنا اتكلمنا على جبل الحلال اللي هو 10 كيلو متر من على الحدود، اتكلمنا كمان الانفاق. ده لازم لا يمكن نحل ازمه جبل الحلال ونترك الانفاق. تدمير الانفاق. انا بناشد الرئيس محمد مرسي بناشده بتدمير هذه الانفاق. هذه الانفاق خطر على مصر كلها، ليس فقط جيش مصر، ولكن هناك من الاهالي السيناويه طلباتهم امبارح واول امبارح في لقاءاتنا معاهم تدمير هذه الانفاق السيناويه. احنا طالبين انفاق ليه يا استاذه؟ ما احنا عندنا 3 معابر، عندنا 3 معابر بيخش منهم الفلسطينيين لمصر وبيروحوا بناخد 10,000 دولار على عاملين الانفاق دي امور غير شرعيه، نعتبرها امور غير شرعيه. ايوه طبعا شرعيه، ما تحت المعابر والنظام ويتم تقنين فتح هذه المعابر. والنظام في مصر معترف بيها بان هناك انفاق، والنظام في فلسطين معترف بان هناك انفاق، واسرائيل تعلم ان هناك انفاق. وده طلع درجه كذا مره الانفاق. طب ليه؟ طب ما تفتحوا مكان كل نفق ده تعملوا من فوق فتحه من فوق الارض والناس تروح وتيجي وعادي ويتم تقنينها. انتوا عارفين النظام الحاكم هنا والنظام الحاكم هنا يعلم ان هناك انفاق وهناك اشياء تعرض من الانفاق وساكتين. شيء غريب. لا مع احترامي الشديد حصل، وانا ده كنت شاهده عليه في وقت من الاوقات عندما قاموا الحماسيين والغزاويين بمحاوله اقتحام رفح المصريه ضد موضوع بناء الجدار. الناس كانت فاكره ان الجدار ده فوق الارض، لا، الجدار ده كان تحت الارض عشان يمنع الانفاق، عشان يمنع الانفاق.
وقال لك بس انت هتقفلوا بيننا وبين مصر وبين المصريين. لا، من حقي ان انا ادافع عن مصر. انا النهارده ما بقاش في مصر عندنا الكهرباء بتتقطع والسولار مش لاقيينه علشان نشغل محطات الكهرباء، والسولار يروح للغزاويه مع احترامي الشديد. يا استاذه انا ممكن اصلح الحته دي لو سمحتي، لان انا ممكن اسال سؤال؟ اتفضلي. اتفضل حضرتك. الكهرباء اللي بتروح لغزه احنا كنا بنودي 17 ميجا وات من اجمالي 27,000 ميجا وات بننتجهم. الكهرباء اللي بتروح لغزه 17 ميجا وات. جه في بدايه الصيف الحالي طلبت غزه من المجلس العسكري قبل ان يكون هناك رئيس جمهوريه ان تزيد الكميه للضغوط الاسرائيليه على الوقود، ولا يوجد وقود لتشغيل محطه كهرباء غزه. وافقت وزاره الكهرباء والحكومتين على انه تبقى 22 ميجا وات، ادوا لهم 5 ميجا وات تاني. طلبوا تاني قالوا 27 ميجا وات، خلاص اتفقنا على انهم 27، لا وقفنا عند 22 ميجا وات لان الحاله في مصر تستدعي كل الطاقه المنتجه، وعندنا لدينا عجز في الطاقه. اذا ال 17 ميجا وات لن يؤثروا في الطاقه عندنا. بالنسبه للسولار ده قرار قالوا هنودي لهم سولار عشان هو ده بيكون هذه قد مسؤوليه مصر تجاه غزه، الحصار الاسرائيلي عليهم، فدي مسؤوليه مصر تجاه غزه، وطنها الوطني وده تاريخي، مسؤوليه مصر تجاه غزه، ولكن لابد ان يقابلها مسؤوليه مناظره من غزه تجاه مصر. لابد ان يكون هناك حمايه من غزه. ان احنا كده يعني خلاص يعني فقرتنا كده انتهت. وانا بشكر جدا الاستاذ عماد خيره نائب رئيس تحقيق جريده الوفد، اهلا بحضرتك. وبشكر جدا الاستاذه ساميه زين العابدين. انا بس ممكن اقول حاجه صغيره، انا كلمه صغيره بس هقولها. انا برجو ان كنت انتظر كل القوى السياسيه وجميع الثوريين انهم يحضروا اليوم هذه الجنازه مثلما نزلوا ميدان التحرير. تمام. بشكر جدا الاستاذه ساميه زين العابدين نائب رئيس تحقيق جريده النساء ورئيس القسم العسكري والسياسي. بشكر حضراتكم. اسيب حضراتكم مع فاصل ونعود لاستكمال قعده الستات. مشاهدينا رجعنا بعد الفاصل، ومعنا ضيفتنا دلوقتي هي تجربه مصريه عاشت بره حوالي 34 سنه، لكن خلال وجودها في الخارج وتحديدا في هولندا كانت على يعني بتحرص جدا يكون لها صله قويه جدا بالوطن في مصر. معنا السيده شاديه حسين عوض وهي ضيفتنا النهارده في قعده ستات. هنتكلم عن محطات كتيره قوي في حياتها، هنتكلم عن ملفات كتيره. اكيد اللي بيعيش بره مصر بيشوف مصر بطريقه اكبر، بيشوف مصر بطريقه اوسع، بيكون عنده دايما الحنين لهذا البلد، بيكون عنده دايما نظره دايما تكون فيها امل وتفاؤل، عايز دايما بلده تكون احسن من البلد اللي هو عايش فيها. فالنهارده هيكون حوارنا النهارده زي حضرتك. اهلا بيكي معانا وكل سنه وحضرتك طيبه. اهلا بيكم. اهلا بمشاهدينا. تحبي تقولي الحوار ازاي يعني؟ انت عارفه واحنا قبل احنا في الفاصل حضرتك بتقولي كنت منفعله جدا بالحوار عن سينا. ايوه بصراحه وسعيده بيه وفي نفس الوقت متضايقه طبعا وحزينه. انا بعزي كل المصريين مش بس امهات الشهداء، وانا اعتبر النهارده يعني يوم حزين للجميع، ولاول مره في حياتي ابقى مش سعيده ان انا افتح التلفزيون مش عايزه اشوف حاجه. وانا يعني سعدت امبارح من بعض ضيوفكم امبارح في مباشر من مصر طالبوا فعلا بوقف المسلسلات، لان ما كانش منظر سعيد اني اشوف راقصه بتتكلم على الفنون بقى ايا كان. انا بحترم كل الفنون لكن ما كانش وقته. يعني انا يعني سعيده اني اسمع الكلام ده، لكن برضه ما تنفذش وما زالت يعني فوضى الفن ساريه في كل المحطات التجاريه والغير تجاريه، فيعني حاجه تزعل. انا من قلبي بعزي كل المصريين في الشهداء دول اللي اتاخدوا غدر فعلا يعني. تمام. يمكن في الحوار اللي سبق حضرتك الاستاذه ساميه زين العابدين رئيس قسم السياسي والعسكري في جريده النساء بتقول انا بدعو كل المصريين ان هم يهتموا بسينا، يهتموا بمشروعات. من وجهه نظرك انت عشت بره فترات طويله جدا، انت شايفه ازاي ممكن المصريين في الخارج يكون لهم دور؟ طبعا شايفه احنا كمصريين في الداخل برضه زي كل دور لنا دور في سيناء، وايه اللي بتحتاجه سيناء تحديدا من وجهه نظرك؟ والله يعني وانا جايه في الطريق كل تفكيري تخيلي
يعني انا نسيت انا اصلا بشتغل ايه ولا بعمل ايه، وما كانش انا مش مهتميه بنفسي في الحته دي بصراحه، لكن كان اهتمامي بان سينا دي نعمل لها ايه، لان بصراحه ايا كان المخطط داخلي او خارجي، هو داخلي مع خارجي طبعا، ايا كان اللي وراه مين وبرده اللي وراه حتى لو احنا عارفينهم كلهم نفر نفر، احنا ممكن نعمل ايه، هو ده المهم. تمام، لان خلاص نحاول ناخد خطوات عشان ما نجيش لحد تاني بالظبط يفكر ان هو يجي هذا المكان الطاهر. انا اقدر اقول اول حاجه ان احنا نبطل كلام ونشتغل، اول حاجه. تمام. الناس بتتكلم كتير قوي، كل الناس بتتكلم، كله على جميع المستويات، كله بيتكلم، ما حدش بيشتغل. طب سينا دي دلوقتي ملك مين؟ مش ملكنا. في حد يقدر يقول لنا لا لو احنا شبابنا اللي مش لاقي يشتغل ان احنا نملكهم الاراضي من غير فلوس؟ وبكره او النهارده قبل بكره؟ ليه ننتظر زمن علشان نبحث؟ ليه ما نسلمش الاراضي دي للشباب ونجيب من الميه للميه جنبهم؟ وزي ما سمعت يعني انا عارفه الكلام ده من زمان، يعني عيب ندفع الملايين دي كلها في ان احنا نوصل الميه لسينا وتقف ومن غير ما نعرف ليه. لا احنا عارفين ليه، احنا عارفين ليه، بس مش هنتناقش في دي دلوقتي. الميه لازم تدخل سينا، الاراضي تتملك للشباب من غير مقابل، لان الارض بتاعتنا والشباب فعلا ما عندوش شغل وما عندوش امكانيات ان يدفع. هل احنا محتاجين حاجه دارسه العلوم الاجتماعيه؟ هل احنا محتاجين من واقع دراسه حضرتك محتاجين نغرس في نفوس شبابنا اكتر الانتماء والولاء لهذا المكان؟ دي بقى منظومه كبيره قوي علشان نقول التعليم كان من بدايته ما ينفعش ان انا اقول في الثانوي ولا في الجامعه ابتدي اعدل، لازم اعدل من الحضانه ورياض الاطفال حتى. تمام، يبقى بتبتدي من الحضانه، والموضوع ده كبير قوي، لازم تبتدي. مش اصل هي مش كلمه، انت كل شيء لو حواليكي جميل بتحبي كل شيء حواليكي، هو ده بلدي، اهلي، ناسي، عملي، كل شيء بتحبيه. لو السنين اللي فاتت دي كلها كانت ضغط على الناس بحيث ان الانتماء نفسه يقول هي عملت لي ايه بلدي، بقينا بسمعها من الناس كتير في الشارع. ما ينفعش نقول كده، مش كده؟ طبعا. يعني الكلمه دي جت منين؟ علشان الناس ضغط عليها قوي. فانا اقول يعني حتى لو اتضغط عليك ما تتخلاش عن بلدك، لاني انا من بعيد بشوف حاجات ساعات انت ممكن تبقاش شايفها. انا رايي ان دول العالم الغربي كله وامريكا ومش عايزه اسمي واسرائيل هم اللي بيصنعوا الاسلحه وبيدوها لينا، هم اللي بيفسدوا علينا الجو وبعدين يقولوا لنا طب ما نقف معاكم ونساعدكم ان احنا على الارض امريكا احنا على سبيل نساعد مصر كده. طب ازاي اصدقها؟ اصدق ازاي وانت في نفس اللحظه اللي بتدعي امريكا انها عايزه تامن لنا سينا هي اللي بتبيع الاسلحه للعالم، هي اللي قتلت وسحلت بلد زي افغانستان والعراق تحت اي مسمى، لكن الحقيقه كلها نتيجه واحده بالظبط كده. سينا لازم تتعمر ومش بعد وقت طويل، حالا. يعني حل حالا طبعا ايوه حل انها لازم تملك للشباب وبدون مقابل، وبدون مقابل ما يقولوش كمان انتوا عليكم الميه ولا البلد تتحمل ده. لان بيني وبينك هي البروجكت بيتوزع، لما انا اوزعه للاولويه دلوقتي اللي تحمي بلدي يبقى عملت خطوه كبيره. هيجي لي منها اولا سينا مليانه خيرات، واللي مقصود بسينا طب ليه اللي ما بتحصلش المناوشات دي من ناحيه ليبيا؟ تمام، يعني مش عارفه اقول لك ايه، طب ليه ما بتحصلش؟ ده احنا الحدود بتاعتنا ما شاء الله يعني شمال غرب اشمعنى في المنطقه دي بالذات؟ سينا مليئه بالخيرات واذا ما كناش نلحقها اولادنا اولى بيها، اولادنا اولى بيها، اخرين احنا نحافظ على هذا المكان. مدارس ومصانع كله ممكن يتبني، كله ممكن يتبني. ده رايي. تمام. انت شايفه مصر ازاي بعد ثوره 25 يناير؟ حاجه تزعل، حاجه تزعل، لان اكتر حاجه بتمثل ايه حاجه تزعل؟ الاخلاق. وما اعرفش ليه، يعني انا مش شايفه ان الفقر ممكن يخلي الثوره كانت بتتكلم عن حريه وعداله وتغيير يعني انا مش شايفه، مش لامسه ده في الشارع بصراحه. يعني فينا مش في الثوره، انا بقول اخلاقيات. يعني دي اكتر حاجه اثرت فيا، اني القى ان الناس اخلاقها يعني انحرفت شويه عن مكان. ما بقاش حد عنده صبر، مش حد يعني كل اللي بيعملوه المناقشات السياسيه. اوكي شيء جميل انك تفصل ونقاش وجدال حل على ارض الواقع. انا تقريبا بتكلم مع كل السواقين التاكسيات اللي بركب معاها بيتكلموا في حاجات دقيقه وبيدوني معلومات لاول مره اسمعها، لاني انا مش عايشه هنا، فيعني انا تنقصني المعلومات كلها. ان بعد الثوره رجل الشارع بقى على علم بيتكلم في السياسه وبقى فاهم. ده شيء جميل صحيح. بالعكس طب يديله فرصه ان هو يندمج في المجتمع ويقول بدوره. صح، بس يعني حته الانفلات الاخلاقي هي اللي مزعلاني، انما الفوضى في كل مكان محتاجه ان برضه في الميديا تدعو الناس باستمرار للخروج للعمل بدل الكلام، العمل بدل الكلام.
اما بحكايه يعني شوفي كل حاجه بتيجي بالعمل، يعني مع الوقت لما نشتغل هننسى مشاكلنا، هننسى اختلافاتنا، مفيش كلام. هيبقى عندنا هدف، وحده هدف. هدفي اولا ان انا كانسان جوه بلدي ان انا القى عمل واقدر اربي اولادي وابقى عايشه عيشه كريمه. طب وهو ده هيجي منين؟ العمل ما بيسقطش من السماء، انا اللي ببحث عنه. فاحنا نخرج ونبحث العمل، وكل انسان فعلا يتكل على الله بانه يفكر ان حلقه عمل، وما يفكرش ان مثلا ان الناس اللي سرقوا مسجونين همهم لازم يرجعوا الفلوس. هنعتبر ان دي فتره من حياتنا ننساها وما نقعدش كل مره نقول طب فلان عمل فلان سوى. الناس بتتكلم على الماضي اكتر ما بتتكلم على اللحظه دي. هل اعمل فيها ايه؟ هل ده استاذه شاديه، هل ده تفسير منطقي وسلوكي سلوك طبيعي لما حدث لينا من 30 عاما من حاجات كثيره جدا اذتنا حتى على المستوى النفسي والاخلاقي والاجتماعي؟ فيمكن دي فتره تنفيس. طبعا هي بتبقى لازم، كل واحد لازم يطلع الطاقه اللي جواه، ده شيء طبيعي. امتى بقى هنبتدي نتخلى عن هذه الفتره اللي فيها تنفيس وفيها عصبيه وفيها فوضى؟ ان انت بالتوازن لازم تدركي ان انت كده كفايه. انا ممكن اقول لك اشتغلي لكن لو انت ما شعرتيش لازم اشتغل، الادراك دي هتيجي امتى مني؟ صح؟ احنا اللي بندعوهم، احنا ما هو شوفي احنا مين؟ الميديا في المدارس، الاعلام، المدارس، ما فيش كلام. وبعدين كل الوزارات، يعني كل وزاره لازم تكون عندها اسلوب من التوعيه لابنائها. يعني ما تبقيش ماشيه في طرقه وبتسمعي الناس بتقول كلام ما يرضيش ربنا، كلام مش صح. التوعيه مهمه جدا، التوعيه للناس اللي بتعرف تقول اللي ما بيعرفش. عشان هل هيكون عندنا نعطي فرصه لكل من يقومون باي عمل في مصر انهم نعطيهم الفرصه لكي يثبتوا وجودهم؟ زي يعني اي حد يتولى اي منصب في اي مؤسسه في اي جهه عمل نعطي له الفرصه ان هو يا ريت لان يعني انا وبعد كده في فتره محاسبه، لان تقصدي على الوزاره دي الوزاره يعني اي والله انا كلامي عن اي رئيس عمل، حتى لو رئيس شركه، لو رئيس قسم في اداره. كلام جميل. انت كده على المبدا العام يا استاذه شاديه، مش اشخاص، ده كده على المبدا عام. انا هقول لك على حاجه، انا لما ما اعرفش كان مسموح لي، يعني انا انتخبت في يوم من الايام الاستاذ عمرو موسى، وبعدين كان لي وجهه نظر وانا عايشه بره، قلت يعني حرف اختيار. وبعدين لما جيت انتخبته وما فازش، بقى قدامي في الاخر الاختيارين اللي حيروا الناس كلها، احمد شفيق والدكتور محمد مرسي. فقعدت اقول لنفسي طيب يعني انا الاثنين انا مش راضيه عنهم، انا مش عايزه انا الاثنين، وكان ليا برضه وجهه نظر خاصه بيا. في الاخر انتخبت احمد شفيق. فاز الدكتور محمد مرسي، وانا يعني مع ان عندي في عائلتي من الاخوان المسلمين كتير والحمد لله ملتزمين، لكن يعني ما كنتش ده اتجاهي. لكن بمجرد ما فاز خلاص رئيس الدوله واقفه ما فيش كلام. يعني اصل دي انا ممكن اختلف معاكي في وجهه نظر، لكن لو انا وانت اختلفنا دلوقتي هنهد الاستوديو؟ ما ينفعش. لا طبعا. فالناس ماشيه في الشارع منقسمين مع امال ايه؟ مع وضد. الكلام ده اذاني، لاني انا ما انتخبتش الدكتور مرسي، لكن واقفه معاه، واقفه مع كل وزير يطلع جديد. لازم زي ما قلتي لازم نديلهم الفرصه. الفرصه دي مش يوم واثنين، الفرصه دي بتاخد سنه وسنتين، فلازم نقف وراهم. طول ما احنا مش واقفين وراهم، اللي حصل في سينا ده احد الامثله. طول ما احنا متفككين الناس بتلقى ثغره تدخل لنا. الثغره دي احنا محتاجين يكون في التفاف مع حوالين بعض مهما اختلفت اتجاهاتنا او طبعا اطيافنا السياسيه او أيوة. ونحترم بعض على الاساس ده. هو الاحترام، نحترم بعض، وبالتالي ما ينفعش اني اسب حد علشان هو قال مثلا انا عايز احمد شفيق، او انا مش عايز الوزير الفلاني، او انا ما ينفعش. انا مش متفق معاك، لكن هحترم تواجدك معنا. طبعا. طيب حضرتك عشت سنوات طويله في هولندا، ازاي الغرب بيبصوا؟ وما زلت انا لسه مقيمه، ما زلت حضرتك عايشه هناك. طب كويس، يعني حاليا الظروف الجديده اللي كانت بعد 25 يناير، كيف يرى الشعب الهولندي او الاتجاه الاوروبي او العقليه الاوروبيه لمصر بعد 25 يناير؟ انا مش هكذب عليك، الناس في الشارع اللي هي يعني مثلا قول هنا رجل الشارع، اللي قلنا هناك رجل الشارع ما يعرفش كتير في السياسه.
طب المنشطات الاخبار او لو كانت في حاجه هي بقى بتيجي ايه ساعات بتبقى نشره الاخبار اللي هي مقدسه عندهم الساعه 8 وممكن يجي خبر زي مثلا الخبر بتاع امبارح ده من المؤكد انه احتل الصداره في الاخبار عندهم، وده ممكن ابقى اشوف جورنال او اقرا في النت كان ايه الرياكشن. لكن بصفه عامه الاخبار اللي بتيجي الخطيره المهمه الناس بتعرفها، لكن ما حولها مش كل الناس تقدر تعرفه غير القارئين. يعني هم قدروا يتوصلوا ان الشعب المصري صار على الفساد، ودي حاجه كويسه، لكن اللي بعد كده بقوا بيشوفوا لقطات مش مفهومه زي ناس بتضرب في بعض، ميادين، ناس بتحرق، ناس هم مش قادرين يفهموا ده ليه للاسف. ومين اللي يوصل لهم ده؟ الميديا، والميديا مش هتوصل الا اللي هم عاوزينه للاسف. ده مش في هولندا، ده في العالم الغربي كله، مش في هولندا. يعني الميديا بتوصل اللي هي شايفاه، بتوديهم للاتجاه اللي هي شايفاه، اللي هي عايزه توصل. ايوه، فمش كل حاجه يقدروا يوصلوا لها، لا. فاحنا يعني احنا اللي بنتكلم واحنا اللي بنقول، طبعا بنحاول نفهم اصدقائنا جيراننا الدايره اللي حضرتك عايشه فيها. طبعا خصوصا حضرتك كمان من خلال يعني السيره الذاتيه لحضرتك كنت بتدرسي اللغه العربيه وهولنديه كمان. ما زال حتى الان ولا؟ انا بقالي سنه الكونتراكت الاخراني اللي ما اتجددش عشان الازمه الاقتصاديه. هي أزمة اقتصاد في العالم كله. فهي يعني الحقيقه بيشوفوا اكبر سنا يعني وما بيجددوا لهمش العقود. تمام. يعني قعدتي فتره طويله بتدرسي اللغه العربيه لكل ما هو لا ينطق اللغه العربيه. صح. والناطقين كمان بيها. والناطقين طبعا. يعني طب ده خليني اسال حضرتك تقولي احنا بنوصل لهم يعني بغض النظر عن وسائل الاعلام ممكن ما تكونش بتوصل الصوره بطريقه صحيحه او فيها نوع من انواع المهنيه ممكن، لكن بتقولي احنا انا كشاديه بوصل للناس. دورك هنا كمصريه عايشه بره وبتدرسي حتى لغه عربيه اكيد بيبقى فيه احتكاك، فيه كلام كتير. انت لما بتدرسي لغه انت مش بتدرسي بس لغه، انت بتدرسي ثقافه وحضاره ودين ايضا. صح. بيكون حدثهم حتى على الامور اللي بتبقى فيها كلام كتير زي الدين مثلا. صح. بعض المعتقدات بيبقى الحوار معاهم ازاي؟ يعني هم بيسالوكي حتى بعد 25 يناير كانوا بيسالوكي يقولوا لك ايه عن مصر؟ في اقبال على تعلم اللغه العربيه، وشايفه ان هم ليه بيتعلموا اللغه العربيه؟ كان في اقبال دائم، بس كل واحد يعني بيبقى بيتعلم لسبب، يعني مش كل الناس بتتعلم نفس السبب. في كتير للزواج من العرب، في كتير للسفر، في كتير لحبهم للعربي. كان في واحده مثلا للدين عايزه تتعلم الدين الاسلامي قبل ما تدخل الدين يعني الاسلامي. يعني حته المناقشات بقى يعني يمكن دي اكتر حاجه كانت احب اذكرها، مناقشات مع الزمايل على اي حاجه بتحصل في بلادنا، او دي اللي كانت ساعات بتبقى حاده شويه يعني، وكان لازم تحتاج انك تقولي دقائق الامور. فاكتشفت ان طبقه مثقفه وهي يعني اللي كانوا بشتغل معاهم كلهم خريجين جامعه طبعا في اوروبا، المفروض تكون على قدر كبير جدا من الثقافه، الا ان الثقافه الشرقيه وخصوصا عندنا ما يعرفوش حاجات كتير عننا. وده شيء يعني انا بتمنى من الله ان يعني الفضائيه المصريه تنشر اللغه كمان، يعني تعمل حاجه باللغات للناس دي. احنا عندنا على فكره برنامج متخصص اسمه وصال، هذا البرنامج هو يعني بس ده مش كفايه لانه متواصل جدا مع المغتربين، بس ده بالعربي، لكن الشعوب اللي بره دي ما يعرفوش عننا حاجه، وانتم مركزين في الانجليزي في الفرنساوي بس. ففي ناس بتبقى محتاجه اي لغات ثانيه، يمكن تكون حلقه وصل ان شاء الله. ان شاء الله. يمكن وقتي خلاص كده انتهى. بشكر الاستاذه شاديه حسين عوض، هي مصريه وعايشه في هولندا. كلمنا شويه عن تجربتها عن مصر، لكن اكيد لقاءاتنا مع حضرتك هتتواصل. ميرسي، اشكرك على الفرصه. شكرا جدا. انتهت حلقتنا النهارده من قعده الستات، وغدا هيكون فريق عمل جديد مع الستات على المصريه.